تعالوا نرجع لورا كده شوية ونروح وادي النيل. هنلاقي إن الحب والخيانة الاتنين ماشيين جنب بعض. عايش إله عادل وزوجة حكيمة، بس ما كانوش يعرفوا إن هيجي يوم ويواجهوا أخوهم أول عدو ليهم. تعرف هما مين؟ أنا مريم وده أوفريندا. المصريين القدماء كانوا أكتر حضارة مهتمية بأمور الدين والعقيدة، وده مش كلامي، ده كلام المؤرخ اليوناني هيرودوت، اللي من خلال ملاحظاته الشخصية لمدى الحرص والدقة اللي كانوا بينفذوا بيها الطقوس الدينية بتاعتهم، لقي إن طاعتهم الأوفر للكهنة وصلت لدرجة الوسوسة. لكن هل المصريين بس هم اللي كانوا مهتمين قوي كده بأمور الدين؟ الحقيقة لأ، كان في حضارات تانية كتير زي البابليين والساميين والسومريين. دول كمان كانوا بيحبوا الآلهة بتاعتهم جدا وعندهم طقوس دينية رهيبة. لكن احنا مصريين، والمصريين غير. وده بقى ياخدنا لقصة النهاردة. أسطورة إيزيس وأوزوريس كان ليها أهمية كبيرة جدا في العبادة المصرية القديمة. طب اشمعنى؟ ده لأن ليها معنى ديني مهم جدا، وهو إن أي حد هيموت هيقدر إن هو يبعث من جديد. والمعلومة دي احنا عارفينها من ابتدائي، إن هما كان هدفهم أصلا إن هما لما يموتوا يصحوا تاني وينعموا بحياة أبدية سعيدة. ده غير إن شخصيات الأسطورة أصلا كانت قريبة للشعب، يعني ملك عادل ومعايش الشعب في أحسن حال، وزوجة حكيمة وربة سحر قد الدنيا، وابنه هيطلع ابن بار وياخد حقه وينقذنا من الفوضى اللي هتحصل في البلد. يعني كان في جو عائلي كده لذيذ يخليك تقول هذا هو زوجي. نخش في الموضوع على طول وتعالى نجيبها من الأول خالص. جيب ونوت زي أي أب وأم حلمهم تكوين أسرة، بس جيب ونوت ما كانوش زي أي أب وأم عاديين، هم كانوا استغفر الله العظيم آلهة. جيب كان إله الأرض ونوت كانت إلهة السماء. جيب ونوت بيتجوزوا بيجيبوا 4 عيال زي الورد، وهم إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس. ويقال يعني إن إيزيس ونفتيس كانوا توأم. أصل أوزوريس أو ولادته أمر غامض، يعني احنا معناش نص محدد كده بيقول الراجل ده اتولد او اتوجد ازاي، بس تقدر تقول انه كان هدية من رع لجيب ونوت، عشان كده هو كان مميز ومختلف عن بقية اخواته. المهم ان ال4 الحلوين دول بيكبروا وبيتجوزوا بعض. أوزوريس بيتجوز إيزيس، وست بيتجوز أخته نفتيس. وبيقال يعني إن إيزيس ونفتيس الاتنين كانوا بيحبوا أوزوريس وهيموتوا عليه، مش فاهمة ليه الحقيقة. وبمناسبة جواز الإخوات ده فهو كان عادي جدا في نظرهم، يعني عشان حفاظا على دمهم المقدس وكده. المهم مكتوب في متون الأهرام، انتوا هتتساءلوا بقى إيه هي متون الأهرام؟ متون الأهرام هي نصوص الأهرام. نصوص الأهرام دي هي نصوص جنائزية قديمة جدا كانت بتتقري على الفرعون علشان تساعده ان هو ينتقل للحياة الأخرى بأمان. المهم ان مكتوب في متون الأهرام دي ان ماما نوت بقى بتقول ايه لأوزوريس؟ بتقول له الملك هو ابني البكر الذي جاء من رحمي، هو محبوبي الذي أرضى عنه. نيجي بقى لحكم أوزوريس. أوزوريس دلوقتي كبر وعوده شد وبقى ملك وإله وجوز إيزيس، يعني الراجل مش عايز حاجة تاني. فترة حكم أوزوريس بقى كانت مسماة بالعصر الذهبي، علم الناس ازاي يزرعوا وازاي يخبزوا، وده خلى فيه وفرة كبيرة جدا في الأكل والمحاصيل، وكمان بدأ يفتح عقولهم على المبادئ والقوانين اللي كانت بتنظم العالم وقتها، وعمل حاجات كتير تانية مفيدة خلت البلد تتحول جنة تحت حكمه. بس هل المصريين كانوا بيعبدوا أي إله كده والسلام؟ Absolutely. هم كانوا بيعبدوا الإله اللي هيعود عليهم بمنفعة، يعني هتديني من خيرك وهستفيد منك، أنا معاك، مش هيحصل يبقى طريقك أقدر. وأوزوريس كان مغرقهم من خيره. الشعب بقى كان بيحب أوزوريس جدا وكانوا مخلصين ليه بشكل رهيب، وكانوا بيمدحوه ويقولوا له أيا أوزوريس عليك السلام والثناء والإطراء يغدق عليك بسبب أفعالك الرائعة، أيها سيد العدالة والحق وملك القوت الإلهي أيها الإله المقدس. وأوزوريس كان واخد ألقاب كتير جدا زي حاكم الموتى، إله الخصوبة، رب المحبة، وحاكم العالم السفلي. وبالمناسبة يعني علشان تعرفوا قد إيه أوزوريس ده كان مهم، أوزوريس ده كان من التاسوع المقدس أو تاسوع هليوبلس، والتاسوع ده عبارة عن كبار المعبودات أو الآلهة. والتاسوع ده بقى كان بيتكون من الآتي: أول واحد هو رع إله الشمس وخالق العالم وخالق نفسه برضو، وبعديه دوت إله الأرض زي ما قلنا، ونوت إلهة السماء، وبيجي بعدها ولادهم. ست رمز الظلام والعنف، وأوزوريس حاكم مملكة الموتى، وإيزيس ربة السحر، ونفتيس كانت ربة منزل.
وشو إله الهواء، وتفنوت دي ربة الشمس والقمر. وكمان وقت حكم أوزوريس كان في موجات كتير جدا ظاهرة لعبادات مختلفة، لكن ولا حاجة منهم قدرت تشوش الناس عن عبادة أوزوريس، وده لأن عبادة أوزوريس هي اللي قدرت تحقق آمال الناس في البعث مرة تانية بشكل مفيش ولا عبادة تانية قدرت إن هي تحققه، لأن دي كانت حاجة مهمة جدا للشعب وقتها. ده زائد إنه كان مأمن مطالب الشعب من كل النواحي، والملوك والكهنة حاولوا بكل الطرق إن هم يحشروا عبادة أوزوريس داخل أنظمة عبادتهم، يعني علشان يجيبوا ناس أكتر، لكن جسوت برضو بيفشلوا، وأوزوريس بيتحول لواحد من أهم الآلهة في مصر القديمة ويصبح رمز للحياة. كل دي كانت أسباب تخلي ست يغير منه ويتملي حقد من ناحيته، وبدل ما يفكر شوية كده إنه يصلح من حاله ويقول لنفسه طب ما أنا أقتله أسهل، شخص عرة، وبالفعل بيبدأ يحط خطة لقتل أوزوريس. هنا بقى بيبان أقاويل كتير جدا مختلفة عن موت أوزوريس، لكن يعني خلينا في الرواية الأكثر تماسكا. ست خلاص جاب آخره وعلاقتهم باظت تماما، خصوصا بعد اللي نفتيس عملته. عملت ايه ست نفتيس؟ اتنكرت في زي إيزيس ووقعت أوزوريس وجابت منه أنوبيس اللي بيبقى بعدها إله للتحنيط. تاني أحب أفكرك إن نفتيس دي أخت إيزيس، أخت أوزوريس اللي هي مرات ست اللي هو أخو أوزوريس، في لفة كده. وست خلاص بيقول إن أوزوريس ده كفاية عليه. ست بيعمل حفلة كبيرة جدا وبيعزم فيها أوزوريس وناس غيره كتير، وبيجي في آخر الحفلة يعلن عن هدية غالية قوي، وهي تابوت فخم جدا أي حد يتمنى يدفن فيه. والتابوت طبعا بالنسبة لهم مهم جدا، لأن ده اللي بتحصل فيه التحولات اللي بتسمح للمتوفي إن هو ينتقل للحياة الأخرى. وبيقول قدام كل الحضور إن اللي هيجي التابوت ده على مقاسه يبقى هدية ليه ومن نصيبه. أوزوريس طبعا بيبص للتابوت كده وبيلمع في عينه وبيقول أنا عايز من ده، مع إنه ملك، أنا ما معرفش عايز إيه. وبيقوم من وسط الحضور عشان يروح يجرب، وأول ما بيدخل جوه التابوت سبحان الله بيطلع مقاسه بالظبط. وأول ما بيخش جوه التابوت وبيطلع مقاسه، ست بيأمر الحراس ان هم يقفلوا التابوت ويرموه في النيل. بيفضل التابوت في النيل رايح يمين ورايح شمال لحد ما بيستقر في منطقة اسمها جوبيل اللي هي في لبنان حاليا. استقر التابوت كده جنب شجرة اسمها شجرة الطرفاء. المهم ان الشجرة دي بتكبر فجأة وبتنمو وبتحاوط التابوت كله من كل النواحي. وأوزوريس فين؟ جوه التابوت، فهو خلاص كده الله يرحمه. وفي يوم بالصدفة بيجي ملك جوبيل وبيشوف الشجرة دي وينبهر بيها ويحلف براس أبوه لا تتحط عنده في القصر. وبالفعل الخدم بيقطعوا الشجرة وياخدوها وتتحط عنده في القصر كعمود كبير. فين إيزيس بقى في الجو ده كله؟ يعني هي كل ده نايمة على ودنها؟ أكيد لا. بيوصل الخبر لإيزيس اللي بتزعل جدا جدا، يعني الراجل جوزها واخوها وفي بينهم عشرة. قامت إيزيس خدت بعضها وسابت مصر وفضلت تلف على جوزها. وفي خلال رحلتها للبحث عن أوزوريس بتروح جوبيل بالصدفة، وخلاص أول ما بتوصل هناك بتقعد على الشط وتقول طفح الكي وتبدأ تعيط. الخدمات الملكيات بيكونوا على الشط وقتها بيشوفوها وبتصعب عليهم يعني، فبيقرروا إن هم يعزموها على القصر، والملك والملكة بيقابلوها. وبتبدأ إيزيس تعرف نفسها قدام الملك والملكة، بس بتكون متنكرة، ما بتقولش إن هي إيزيس، بتقول إن هي واحدة ست عادية يعني. فالملك والملكة بيقرروا إن هم يستضيفوها في القصر وتبقى مربية تربي أولادهم. بتقبل إيزيس العرض بالفعل وبتفضل جوه القصر تربي الأولاد. ومن خلال سحرها كانت بتحاول إن هي تخلي الطفل الأصغر خالد يعني يعيش للأبد. إزاي بقى كانت بتعمل كده؟ كانت بتحميه بالنار، عادي. الملكة بقى واللي كان اسمها بالمناسبة عشتروت أول ما بتشوف المشهد ده بتترعب، يعني أصل إزاي؟ ليه النار ممكن تخلي ابني يعيش للأبد يعني؟ هنا بقى بتحصل مواجهة بين الملك والملكة وبين إيزيس، وخلاص هي اتكشفت فبتكشف عن نفسها. الملك والملكة بيخافوا جدا يعني، واتقي شر من أحسنت إليه، فبيقولوا لها على الله حكايتك وبيمشوها وبيقولوا لها شوفي انت عايزة إيه وامشي. وهي طبعا بتطلب العمود اللي جواه مين؟ أوزوريس. طبعا الملك بيوافق وبيديها العمود وإيزيس بتمشي، ولسه الست بتقولها وهتصحي جوزها بيوصل خبر لست وبيلحق يوصل الأول وياخد التابوت ويمشي، لكنه المرة دي بيعلي على نفسه، بيقطع جسد أوزوريس ل 42 قطعة ويوزعهم على أقاليم مصر. يعني مثلا راس أوزوريس حطها في أبيدوس اللي بتبقى بعدها أهم مقر لعبادة أوزوريس، وبعدها بيتسمى برب أبيدوس. والعمود الفقري بيحطه في بوزيريس، رجله الشمال في أباتون. الست إيزيس بقى بتاخد بعضها وتقوم تلف مصر تاني عشان تلاقي أوزوريس تاني، وبالفعل ربنا بيكرمها وبتقدر تلاقي جسد أوزوريس وبتجمعه، ومن خلال سحرها بتقدر إن هي تحيي جسد أوزوريس من تاني. بحاول ألاقي بربع منطق، بربع ما فيش.
وهنلاقي نقوش موجودة في معبد أبيدوس بتصور إيزيس وهي بتحيي جسد أوزوريس. بس هنلاقي إيزيس ماسكة عمود كبير كده وبتحاول تقومه. إيه العمود ده؟ وفين أوزوريس في الموضوع يعني؟ العمود ده هو أوزوريس، والعمود ده اسمه عمود الجد. العمود ده كان بيمثل الاستقرار، وبما ان العمود ده مرتبط بالاله اوزوريس بالتالي هيرتبط مع الناس بالحياه الابديه والقيامه. بعث اوزوريس بقى خلى الناس عندهم امل اكبر ان ده يحصل معاهم هم كمان، وده خلى الناس تحبه اكتر. المهم بقى ان اوزوريس بيعيش تاني لكن لفتره محدوده، وبعدها بيخلفوا ابنهم البكري هورس. اوزوريس بقى خلاص هنا بنودعه وبنقول له باي باي، بيسيب الارض ويتحول لروح ويبقى قاضي وحاكم لمملكه الموتى، وبيبقى اسمه اوزوريس اون نفر. دلوقتي ست اعتبر نفسه الحاكم الشرعي لمصر، بس هو مين المفروض يورث الحكم؟ حورس كان بيرمز ليه بالصقر، والصقر كان اول كائن يعبدوه المصريين القدماء لانه كان بيمثل علو السماء، وبالنسبه لهم كان يعتبر تجسيد للاله اللي خالق السماء يعني، وكان اسمه حيرو أو حير يعني وجه. نروح بقى لإيزيس زوجة وأم عايزة تحمي ابنها من خطر ست، بس في نفس الوقت عايزة تجيب حق جوزها اللي هو أخوها من اللي قتله اللي هو أخوها برضه. فبتستخبى وبتربي حورس في مكان بعيد عن عيون ست. إيزيس بتحاول بكل قوتها إن هي تحمي حورس من أي حاجة ممكن تحصل له، وبتربيه تربية قوية جدا، وبتفهمه كويس قوي إن هو اللي المفروض يكون الحاكم الشرعي لمصر. مصر اللي بتكون في الوقت ده بتمر بفترة وحشة جدا بسبب الظلم والفساد اللي انتشر فيها بسبب حكم ست. ولا يوم من أيامك يا زوزو بتدور الأيام وحورس بيكبر وبيروح زي الشاطر كده لعمه ويقول له إن أنا المفروض أمسك الحكم واتكل أنت على الله. فست طبعا بيرفض وبيتنح له كده ويقول له روح العب بعيد، والدنيا بتقوم بقى وتولع ما بينهم، وبتحصل صراعات كتير جدا بين ست وبين حورس. بس الصراعات دي ما بتطولش يعني، هي 80 سنة الحمد لله، وعين حورس بتطير في نص الحرب. بس ده مش مهم، المهم ان هو هيكسب. بس بعد ما حورس يكسب يعني تفتكر ست هيعدي الحكاية دي كده عادي؟ لا العفو، ما يبقاش هو هيروح يعيط للمحكمة ويشتكي لهم. المحكمة دي اللي هي التسوع اللي انا قلت لك عليه من شوية. هيقول لهم ايه بقى؟ هيروح يقول لهم ان حورس ده ما ينفعش هو اللي يمسك الحكم، لانه ببساطة مش هو الابن الشرعي لأوزوريس. وحشة. بس المحكمة بقى بيكون ليها رأي تاني، وبتكسف ست كسفة وحشة وبتحكم لصالح حورس. والمحكمة بتعلن رسميا ان حورس هو الحاكم الشرعي لمصر، واللي بيقدر يرجعها تاني لفترة العدل والرخاء اللي كانت فيها في عصر أبوه وبس. والخير بقى هو اللي بينتصر في الآخر، والنهاية دي الكليشيه اللي احنا عارفينها دي. وبس كده أنا خلصت. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن ايه الحلقة اللي جاية. سلام.